اسعار الميكروباصات والبترول والبنزين، ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ حرام اللي بيحصل ده افتراء ده. يعني هقول لحضرتك على حاجه. هو لما مسك الرئيس اللي هو عبد الفتاح السيسي ده، قال لك ان انا هظبط البلد. اول ما مسك اهو ابتدينا اهو في غلاء الاسعار. ازاي؟ الميكروباص ده معنى كده ان كل السلع الغذائيه برضو هتغلى، لان البنزين بيغلى يبقى النقله هتغلى، يبقى كل حاجه هتغلى، يبقى ما عملناش حاجه، ده احنا زودنا المبالغ فيه. طب ايه رايك في السواقين اللي بدل ما يخلوا الاجره زي ما حددها المسؤولين 75 قرش خلوها جنيه، واللي يقول لك مثلا مش هندفع جنيه خلاص ما تركبش انا مش طالع، ايه رايك في الكلام ده؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه السواق؟ السواق برضه بذنبه ايه؟ ما السواق زيه زي اي برضه واحد فهماني من البلد معهوش حاجه. طب ما هو كده ابتزاز، هو كده ابتزاز ازاي؟ مش ابتزاز، ما هو الابتزاز احنا اللي اديناه له وخليناه يبتز. ما كانت بنص جنيه الاجره، كان بيقدر يقول كده؟ ما دام حاجه غليت يبقى لازم هو يخلي برضه. طب ايه رايك في غلاء البترول؟ غلاء البترول حرام، ما هو ده بقى حاجات بقول لك هتزود السلع برضه. سبب النقل دلوقتي انت بتنقلي بضايع منين؟ المبيع لما بيجي له خضار ويجي له الحاجه بوسيله نقل، ما احنا مش عندنا اراضي هنا بنزرع فيها، فبتضطر ان دلوقتي هيعلي البنديره بتاعت النقل، يبقى المزارع هيعلي برضه على الزبون، يبقى التاجر هيعلي على المستهلك، وهتفضل كده على مجره لغايه ما تقوم ثوره بياع. خلاص. طب عايز تقول ايه للمسؤولين وتقول ايه للسواقين؟ عايز اقول حسب الله ونعم الوكيل، اكتر من كده. وتقول ايه وربنا هينصر الحق. هم ذنبهم ايه السواقين؟ السواقين ما كانوا ماشيين استاذه بنص جنيه الاجره زي ما كان الشعب كان ساكت. دلوقتي خلاص هي غلوا عليهم، لازم يغلوا. هيعمل ايه؟ ما هو انا زي اقول لحضرتك على حاجه. دلوقتي انا مثلا عندي علبه بسكوت ب 5 جنيه بجيبها، لما تيجي علبه البسكوت دي تبقى ب 10 جنيه، هبيعها بكام؟ يبقى انا غليت. صح كده ولا مش صح؟ ولا انا غليت من مزاجي؟ ما انا كنت ببيعها ب5، غليت دلوقتي بقت ب 10 جنيه، يبقى غصب عني لازم ابيعها ب 10. مش انا انت اللي اضطرتني ان انا اغلي، مش السواق. السواق ذنبه ايه؟ وعلى فكره انا ولا سواق ولا عندي ميكروباص ولا عندي عربيه، انا عندي حته فيسبا بسوق. طب مش الفيسبا دي بيتحط لها بنزين؟ بيتحط لها بنزين، انا لسه لغايه دلوقتي كنت بتحط لها بكام ودلوقتي بتحط لها ب5 جنيه بحط لها. ودلوقتي بتحط لها بكام؟ لسه ما حطيتش عشان ما اكذبش عليك. بس اكيد طبعا هتبقى قدها 10 جنيه. وراي حضرتك؟ والله رأي حضرتي حال البلد ما يعجبش حد بصراحة. يعني احنا مشينا واحد على اساس اللي يجي لنا واحد كويس يصلح حال البلد ويعدلنا احنا شباب، ما هي البلد ليها حق علينا برضه زي ما احنا لينا حق على البلد، صح ولا لا؟ طب ايه رايك في الناس اللي بيقول لك نص جنيه ولا ربع جنيه مش تفرق حاجه، احنا عايزين نرفع اقتصاد البلد؟ لا ما هو اللي بيتكلم كده مش حاسس. ماشي، انا ممكن اتكلم على حاجه زي كده عشان انا معايا مثلا. لو انا فقير مش هتكلم في حاجه، مش هينفع ان انا اتكلم في حاجه زي كده. لو اتكلمت في حاجه زي كده هو كده هو حال البلد واقف. طب ما تلم المليارات اللي بره وبعد كده تعالى اتكلم على الناس الغلابه. هو انت بتدور على الناس الغلابه وبعد كده ومش هتخش اصلا على الناس اللي معاها فلوس؟ هو كده مش هيخش على الناس اللي معاها فلوس، ما كده حرام. كده المساواه في العدل ظلم. طب انت دلوقتي كنت بتملي عربيتك بكام ودلوقتي كنت بتمليها بكام؟ دلوقتي حضرتك انا اول مره احط بنزين احط جاز العربيه بعد ما الجاز غلي والبنزين والكلام ده. رحت النهارده الصبح كنت بملى التانك، كان بيبقى فاضي، كان ب 90 جنيه كنت املى التانك. دلوقتي النهارده احنا مسافرين بالعربيه، الراجل اللي معانا شغال معانا على العربيه خد العربيه راح يمونها الصبح، التفويله معاه اديته 100 جنيه فول بقى. انا ما اعرفش ان الجاز والبنزين علي والكلام ده. النهارده راح يحط نص التانك بالظبط ب 100 جنيه، نص التانك ب 100 جنيه، يعني فوق. يعني انا بقول لك كنت بملاه ب 90 جنيه، يعني هل كده ان هو بقى ب 200؟ يعني انا عشان املى تانكي ب 200 جنيه مش ب 90 جنيه، يبقى زاد رفع كتير. يعني انا لما اخد عربيه مثلا، لو انا معيش عربيه وراح اجيب بضاعه من مصر بالفاتوره يا باشا، وراح اجيب بضاعه اهو حضرتك ده النهارده فاتوره ده بون ب 100 جنيه اهو، يصدق كلام والله العظيم ب 100 جنيه اهو. يعني انا على كده لو معيش عربيه وراح اجيب بضاعه من مصر السواق بيطلع معايا بكام؟ ب 200 جنيه. دلوقتي هاخد 400 جنيه وحقه. انا مش هينفع ان انا اتكلم معاه في حاجه. يا باشا بصي صلي على النبي،
احنا دلوقتي ما كان اتقال قبل كده على التلفزيون والاقتراح ده لو مش هيبقى كويس. ايه هو؟ قالوا اللي هياخدوا من رجال الاعمال كل من يعني يحتكم عن 50 مليون جنيه هياخدوا منه مليون جنيه قرض حسنه لمده سنتين. عملوا له احصائيه القصه دي، قال لك ان لو لمينا من كل رجل اعمال مليون جنيه هنعمل 60 تريليون. 60 تريليون علينا ديون مش عارف كام تريلون، وهيتفضل الباقي 6 تريلون، هيبقى 10 تريلون، علينا 4 تريلون ديون، اتفضل 6 تريلون. قال لك هنعمل مشاريع للشباب وهنعمل مساكن ونعمل في ال 6 تريلون دول. بعد كده الراجل اللي قال الكلام ده اختفى. راح فين؟ يا باشا، وعايز اقول لك على حاجه برضه، احنا مش موظفين، احنا على باب الله برضه استرزاقيه والكلام من ده. ولو انا مش فارش او كده، لو انا متوظف مش هتفرق معاه نص جنيه و75 قرش وجنيه والكلام الفاضي ده، مش هيفرق. لكن في ناس يعني انا بشوف ناس اقسم بالله وحياة ربنا بكلمك بجد مش لاقيه اللقمه. يعني انا بشوف ناس قدامي كده، انا ما ببصش لنفسي. ابص انا ممكن اجيب لك واحد دلوقتي يعني رجول فراخ وحياة ربنا بيلم فعلا الاكل من الشارع ويروح يوديه لعياله. يعني الكلام ده برضه، هو الراجل ده مش من مصر، والراجل ده نزل انتخب وقال صوته وقال واحنا كلنا قلنا ليه؟ طب ما كده في ظلم بجد، كده في ظلم. والنهارده سياده الوزير ابراهيم محلي بيطلع يقول لك الصوت العالي، احنا ما بنخافش من الصوت العالي. هو معنى كلامه ايه ده؟ يعني ان هو بيهدد كده، يعني ان هو ما يفرق خلاص، يعني الشعب ما يفرقش معاه في حاجه؟ الناس اللي انتخبته والناس اللي ادت صوتها والكلام ده خلاص مفيش الكلام ده؟ طب ما كده غلط بجد. الثوره اللي هتقوم، انا ما بتكلمش على نفسي، على الناس الغلابه. الثوره اللي هتقوم مش هقف قدامها لا مؤاخذه لا سيسي ولا اي حد في الدنيا هيعرف يقف قدامها. هو ده الكلام اللي انا اقدر اقوله. في كلام تاني، لو عايزين كلام تاني، انا بصراحه انا من جوايا كبت لو طلعته الكلام بجد في كتير. وحياه ربنا انا واخد طلقه في الحته دي، مظاهرات برضه وكلام من ده. انا لما جت الحكومه من قيمه شهر، اول ما السيسي مسك ب4 ايام الناس نزلت، احنا بايعين بناكل عيش. اول ناس نزلت وقفت ضد المسار ووقفت ضد الكلام ده. احنا دلوقتي بقينا ناس وحشين وبقينا شاغلين الطريق. طب فين الكلام ده من الاول؟ احنا لو نعرف كده ما كناش وقفنا وما كناش عملنا اي حاجه. طب نفسك ليه؟ انا نفسي ان حال البلد يتعدل وما يبقاش في ظلم، لان البلد فيها ظلم بصراحه. البلد فيها ظلم ومليانه ظلم، واحنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، وحياة ربنا حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم بجد. وانت يا حاج ايه رايك في غلاء الاسعار؟ انا زي عن المعول، انا واحد على نفسي مش لاقي اجيب علاج. مش لاقي اجيب علاج خالص. وايه رايك في غلاء الاسعار بتاعت المواصلات؟ هو الظلم لازم بيجي من فوق. يعني ايه يا حاج الظلم؟ ما دام الظلم بيجي من فوق لازم اللي تحت يزيد. يعني ايه يا حاج الظلم بيجي؟ ما الحاجه ما بتيجي غاليه من فوق. ايوه، يعني هو الراجل يعني دلوقتي ما بتتكلم عن الرغيف مثلا بشرب، هتخليه باريزه، اللي هياخده ده هيروح يبيعه بريال. ده مثل بمثله لك انا. يبقى بيجي من فين؟ من فوق. لكن لما تكون الحاجه رخيصه اللي تحت الموت عايز يلاقي الحاجه. عايز ايه؟ طب عايز توصل ايه صوتك؟ عايز توصله ازاي؟ عايز تقول ايه للمسؤولين ان هم يقدروا يحلوا لك المشكله؟ يبص لاي واحد تعبان زي حالاتي. انا عن نفسي مش لاقي اجيب علاج خالص. ايوه، الراجل ده معانا في الصور، عارفه من بدري. انا مش لاقي اجيب علاج، انا من 2011. هو جيب الصدفه. انا من 2011 وانا قاعد. انا عندي خشونه في رجلي الشمال، كل مره الدكتور عايز علاج. السلام عليكم. عايزه مفصل، بكمل مفصل يا عم. قال لي مفصل 25,000 جنيه. بص، رحت لاحمد محروس اللي هنا ده وقال لي مفصل 25,000. يعني راجل كبير اهو، مش شاب. احنا شباب هنستحمل، هو راجل كبير. رحت الدكتور في بجد مصر قال لي كلام بجد، يعني ان هو ماشي بالعافيه وكلام من ده. طب ما الناس تحس بيه برضه. يعني هل ده احنا ما نبصش لنفسنا، نبص للناس الغلابه؟ الراجل ده لو ركب ميكروباص ومعهوش 75 قرش هينزل يجري. انا دلوقتي انا جاي بديله جنيه. وعلى فكره احنا ما بنلومش سواقين التاكسي. قال لي لا انا عايز جنيه. ليه يا عم؟ انا لا سواق تاكسي ولا سواق ميكروباص، لان الناس دي من حقها ان هي تغلي برضه. معلش، ما هو غالي عليها غالي على الزبون، ما هي سلع. بس لما يبقى انت عندك نزل القرار رسمي ان الاجره تغلى 25 قرش، وبعد كده نزل في محافظات لا نزل القرار النهارده ومحافظه
السويس مضى عليه وقشروا واتوزعت نشر لجميع السواقين في السويس صلى على النبي. ان هم الاجره زادت صلى على النبي. بس انا اقول لك على حاجه، حسن ثواني، انا اخد الكات ونروح من دلوقتي موقف دواء اللي انا هركب فيه، اذا لقيت في يافطه محطوطه على اي عربيه كذا تحمل، عايزك تركبي معايا وتقول له الاجره كام هيقول لك جنيه. ايوه بجنيه فعلا، ما عشان كده انا بقول يعني هو المفروض ان القرار نزل 25 قرش زياده على الاجره، هم بيخلوها ليه جنيه. ماشي، ما هو يعني لما تبقى الاجره انا نص اقول لك على بيخلوها حاجه، جنيه. انا اقول لك على حاجه. دلوقتي هو البنزين زاد قد ايه؟ 80 قرش، 90 زاد 70 80 قرش على 70 قرش، 70 قرش كتير. والراجل لما يروح طب ما هو مش ممكن ان هو يجي على الزبون برضه، هو سواق الميكروباص او سواق التاكسي. انا معاك ان في ناس منهم مش كويسه وفي ناس كويسه، في ناس معلش، كبيره. لما توصل لثبت دين ان دلوقتي لا، حالا لا، كان في لا، مشكله لا. مع الناس نزلوا بيدفعوا 75 قرش، السواق ثبت دين وقال لهم هرجع بيكم تاني لو ما دفعتوش كده. لا ما ينفعش الكلام لا ينفع. لا احنا ما نرضاش فاحنا بالكلام ده. عشان كده ساب برضه الدين، لا ساب الدين ده مفروغ منه، ما ده هو ده كله ده الدين ده بتاع ربنا. بص بقى حضرتك، انا عايز اتكلم في نقطه اللي احنا بناخد ايه الناس دي، ولا اتكلم وكده؟ اتفضل اتكلم حضرتك. بصي دلوقتي هم بيقولوا ان هم بيبنوا ايه، محلات في الروض، محلات للبيع الجاهليه. في كتير قوي، وفي كتير قوي مش من السويس، وفي كتير قوي من السويس وولاد البلد. هل ولاد البلد ده هو دلوقتي بيقول لك انت بياع جائز؟ ماشي يا عم، انا بياع جائز، بياع مش كويس يعني؟ كاتبين ان هو البياعين كلها بتبيع برشام، والبياعين كلها مش عارف ايه، والبياعين كلها. طب ما انا راجل متعلم ومعايا مثلا بكالوريوس تجاره، واقف باكل عيش وشغال معايا بتاع 5 6 انفار. ال5 6 انفار دول لو انا مشيتهم وقفلت مصلحه اكل عيش وكده، انا لا مؤاخذه في الكلمه، انا معايا بكالوريوس تجاره، ساعتها بقى انا لا مؤاخذه في الكلمه، انا ممكن اقف على مصر ابيع برشام، اقعد بقى اعمل مشاكل الكلام ده في وسط الناس دي. برضو انا ما بتكلمش على نفسي، برضو في ناس مسجله، في ناس مسجله، الناس دي ربنا هداها، فتح البيوت معاه، الناس دي ربنا هداها، فعايزه تاكل عيش، انت كسرت له لقمه عيشه او قطعت يا مصدر عيشه، الراجل ده هيعمل ايه؟ هو كده كده مسجل، هيرجع برضه ان هو برضه يتحبس وهيبيع مخدرات وهيرجع يعني زي أنا دلوقتي الأول. معيش أي اقسم حاجة. بالله من قيمه شهر قلنا هنا ارجعوا ورا، رجعنا ورا، راحوا الواحد هناك ارجع ورا، الواد طلع قال لهم اكل عيش ومشاكل، والمصحف 5 تنفار، ال5 اتضربوا واتكسروا وخدوا بعضهم وركبوا واتعمل لهم مقاومه سلطات، وخدوا 4 في 15 ولغايه دلوقتي ما نعرفش عنهم اي حاجه. انا ما اعرفهمش العيال، بس انا ما ظلم، احنا في بلد بصراحه مليانه ظلم بصراحه يعني، وحسبي الله ونعم الوكيل تاني في الظالم بصراحه، واللي ما يراعيش الناس. هنتمنى ان الظلم ده يترفع لا عننا الظلم هيفضل وعنهم. الظلم هيفضل طول العمر في البلد دي، الظلم هيفضل. احنا يعني نتعشى الخير في الله ماشي ونعم بالله، ما احنا ما شلناش واحد عشان يجي لنا اسوء، احنا بنشيل عشان نعمل البلد مش عشان نبوظها. فكده في ناس قاعده مثلا بتقول، في ناس خايفه مش هتتكلم، معلش، ما الناس اللي خايفه مش هتتكلم دي خلاص، ما هي معهاش حاجه. ما هو معلش دلوقتي اللي بيتكلم يا ارهابي تبع الاخوان يا بيعتقلوه، انا خايف اللي خرم طبق الاذون يقولوا عليه اخوان، وحات ربنا. متشكرين قوي لحضرتك وربنا يشفيك يا حاج.